مره احمد فؤاد نجم راجع الحاره او الشقه، لقى الناس بتقول له الشيخ امام جه البوليس وقبض عليه. بيجري على النيابه، بيدخل بيلاقي الشيخ امام قاعد، بيقول له انت هتحاول معاك في النيابه؟ بيقول له لا لسه. بيقول له القضيه ايه؟ بيقول له قابضين عليا عشان حشيش. كان معايا حته حشيش واخدوها مني. قالوا لو وقفنا قدام النيابه انكر موضوع الحشيش ده خالص ويقول لك لفوها لي انا معيش حشيش. فبيقول له ماشي. بينادي عليهم ضابط شرطه مش وكيل نيابه، وبيدخلوا عند الضابط ورتبه كبيره يعني اسمه مشهور، وبيدخلوا عنده. احمد فؤاد نجم هنا بقى اللي رايح بنفسه، يعني هو بيلحق صاحبه، يعني شايف برضه ان احنا اتعودنا على السجن ووحشونا الرجاله اللي هناك عايزين ندخل نشوف الدنيا. بيدخلوا فبيلاقي الضابط بقى بيكلمهم بيقول له ديت قضيه بقى مخدرات يا نجم، مش قابضين عليك ولا معتقل ولا شاعر ولا اغاني ولا الكلام ده. والضابط وهو بيكلمهم بدا يخرج الحرز، بدا يخرج كور حشيش. هم اصلا ما همش فلوس يجيبوها، هو ما عملش ان هو تلاقي كل واحد معاه سيجاره كده ولا حاجه ولا مش عارف بيرصوها بقى على جوز اي. وشوفوا حلقه الحشيش، كنا عاملين حلقه عن الحشيش عن الكيف، اسمها حلقه الكيف. حلقه الكيف عشان نفهم ان الكيف هم فعلا كانوا حشاشين، ما نقدرش ننكر الكلام ده. وده بيعترف احمد فؤاد نجم. احمد فؤاد نجم في احدى اللقاءات التلفزيونيه المذيع بيقول له لو جبت لك حشيش هتشربه؟ بيقول له لا. بيقول له عشان انت لو جبت لي حشيش هيبقى مغشوش. فبيحكي نجم بيقول لك قعدنا بقى قدام الضابط بدا يطلع كور حشيش، كوره محترمه كذا كوره، وكل كوره ملفوفه بلون مختلف، ملفوفه بسلوفان احمر اصفر اخضر الكلام ده. ففؤاد نجم قرا الموضوع قال لك لا الموضوع ده كبير، دي كده تهمه، ده كده تهمه وعايزين يودونا في داهيه. ديت مش قضيه راي عام ولا معتقل ولا حته تعاطي حتى زي اللي قفشوها مع الشيخ امام، دي حاجه كبيره. فالظابط بيقول لهم الحاجه دي بتاعتكم. ففؤاد نجم بيرد بيقول له ايوه يا باشا بتاعتنا. بالظبط طبعا بيتخض بتاعتكم ايه؟ مش بتاعتكم يا ابني. مش بتاعتكم يا ابني. فبيقول له ديت اتجار ولا تعاطي؟ ففؤاد نجم بيقول له كل ده تعاطي؟ اكيد اتجار طبعا، انا هتعاطي كل ده ليه يعني؟ بالظبط بيقول له يا ابني الحاجه دي بتاعتكم؟ فبيقول له والله بتاعتنا. قال له يعني انتوا تجار مخدرات؟ قال له احنا تجار مخدرات. قال له انت عارف الحاجات ديت قبضنا عليها جايه من اسرائيل؟ الضابط بيقول احمد فؤاد جايه من اسرائيل. معناها ايه بقى؟ ان هو بيعمل لهم قضيه اتجار في مخدرات بالتعاون مع العدو اللي محتل سينا وقتها. يعني ده يطلعوا تجار مخدرات وجواسيس وخونه يعني فيها اعدام. فنجم بيقول له جانا من اسرائيل فعلا. فالراجل طبعا بيتخض، ايه الجنه من اسرائيل؟ ايه ده فيه؟ انت شارب حاجه يا عم نجم؟ بيقول له والختم عليها وكل حاجه عليها. فقال له انتوا تشكيله عصابي. قال له بس خلي بالك سينا متاخده، والحدود مع سينا قناه السويس، وقناه السويس الجيش واقف عليها، الجيش المصري الضفه الغربيه والجيش الاسرائيلي الضفه الشرقيه. فاحنا جبناها ازاي يا باشا؟ جبناها عن طريق البحر، بتجيلنا من سفن تنزل عند اسكندريه، وفي حد بيصرفها لنا من المينا في اسكندريه، والرئيس الكبير بيوزعها علينا. قال له الرئيس الكبير مين؟ قال له الليثي عبد الناصر اخو سياده الرئيس جمال عبد الناصر. ده اللي جر مع ناس ثانيه. الراجل بص له قال له ايه اللي انت بتقول؟ قال له لا لسه. قال له بيدينا انا عشان بيكلفني، اللي انا اللي بوزع في وجه قبلي، والست ام كلثوم اللي توزع في وجه بحري. الست ام كلثوم شركتي في تجاره المخدرات، انا والليثي عطلت معانا. الراجل قال له يخرب بيتكم ايه اللي انت بتقوله ده؟ الليثي ايه ام كلثوم؟ قال له دي اقوالنا. فالظابط بيتخض طبعا، بيعمل شويه مكالمات وبتاع، والناس بيقولوا له بقى القيادات العليا مشوه ده راجل مجنون. لا وباظت القضيه. بس هو احمد فؤاد نجم كان عنده موقف طول الوقت من ام كلثوم.